معكم ريبد ورجعت لكم فيديو جديد. طبعا جماعة الخير، بهذا الفيديو بدي اقول لك مبروك، راح تصير سوري ليفل ماكس، حتى ليفل ماكس ضرب 2 مليون بالمية سوري. بهذا الفيديو راح اكمل لكم كيف تصير سوري في 5 دقائق. تمام، يعني صارت هسه 10، يعني 5 ب5 10، و10 ب10 20، ف10 ناقص 20 يساوي 10، ف10 ناقص 5 يساوي 5، فكل فيديو 5 ب5 يساوي 10. تمام. فهمت. قبل ما نبدأ الفيديو حط لايك واشترك اذا مو مشترك، وانشر بين اصدقائك. وش عم بحكي هذا الحكي هسه؟ روح تابعني على صفحة الانستغرام، نسوي تحديات. يا اخي ما بديش اصرعك، صار اللي من اول ما فتحت القناة واني صارعك، خلص ما بديش اصرعك، بس بكفي. الشعب السوري ما بيعيش من دون مسخرة. مستحيل تشوف واحد عايش من دون مسخرة، مزح وحركات بركات. اجوانا كلها مزح، كلها هيك، كلها مسخرة، عن جد كلها مزح. صح، بدي اعطيكم شو معنى التوفير، شو معنى الاهتمام بالبيئة. شوف لك، اسمع لك، مش شوف لك، اسمع لك. اذا خلصت الصابونة عندنا بنلزقها بصابونة ثانية، واذا خلصت علبة الشامبو بنزيدها مي. لا يعني مش منغش حالنا بحالنا. تعفهمك. انت لما تحط الشامبو على شعرك وبدك تحط فوقيه مي، احنا من الاول بنحط مي بعدين بنحط على شعرنا عكس الكل، فبنسوي شيء اذكى، اكثر ذكاء من الكل. شعب ذكي 100%، ولا تحاكيني، شعب ذكي 100%. اذا خلصت علبة البسكوت بنسويها يا اما لعدة الخياطة يا اما للادوية، نستخدمها بشغلات تنفع البيئة. هاي العالم اللي بتكبها هيك بين الخضار وكذا بتأذيها. انت ما انكاش انه انت ما انكاش عاطفة انها نحو النباتات. انت تكلم يا اخي، خلص احكي. واذا خلصت علبة الجبنة، هاي علبة البلاستيك عرفتوها، اذا خلصت بيغسلها وبيعملها كاسة. يا اخي التوفير عندنا مليون. الاكياس منكبها؟ لا نسويها اكياس مشان نكب الزبالة فيها ونكبها. يعني احسن ما نكبها فاضية، منكبها وهي معباية. يعني جبنا فيها شغلات منكب فيها شغلات، يعني كما تدان. اذا خربت البلوزة، انشقت البلوزة، البرمودا انشق، بنسوي منسحة، يا اما بنتبرع فيها. يعني مثلا صارت صغيرة عليك الكنزة، يا اما بتتبرع فيها. ما لقيت حدا تتبرع له بهاي الكنزة، سويها ممسح على الارض، دغري على الارض. التوفير مليون يا اخي، احسن ما نكبها هيك على الفاضي او نحرقها. لا، نمسحها. عندنا شيء اسمه اعادة تدوير، عم بيمشي بدمنا يا زلمه، شو مالك؟ احنا بنعيد تدوير اكثر من التدوير ما يعيد حاله. السوري شو ما يصير معه شيء جديد، شو ما بيعمل شيء بحياته شيء جديد، اذا خطب لا تحكوا لحدا، اذا نجح لا تحكوا لحدا، اذا رسب لا تحكوا لحدا، اذا شو ما لا تحكوا لحدا، اذا مات لا تحكوا لحدا، اذا مرض لا تحكوا لحدا، اذا طاب من المرض لا تحكوا لحدا، اذا اتجوز على مرته لا تحكوا لحدا، اذا صار في عروس عندهم لا تحكوا لحدا، واذا طلقوا لا تحكوا لحدا. لا، واخر شيء شو بيحكوا لكم؟ احنا محسودين الابتسامة. اذا ما حد بيعرف عنكم مين انتم، واخر شيء محسودين الابتسامة. عسيرة الابتسامة، متى اقول لك شو معنات الابتسامة بسوريا؟ الابتسامة بكل كوكب الارض صدقة. الابتسامة بوجه اخوك المسلم صدقة، صح ولا لا؟ صح. اذا بتبتسم لامك بتقول لك شو عامل؟ عم مسوي مصيبة، مسوي مشكلة، ها احكي لي. اذا بتبتسم لابوك بقول لك ما معيش مصاري. اذا بتبتسم للغريب بقول لك انت بتعرفني شيء، ضروري اعرفك، خلاص انا جاي اوزع ابتسامات، بدي اوزع ابتسامات يا اخي، صدقات، انا بدي اوزع صدقات، ناقصني حسنات بدي اوزع صدقات، بصير عندي حسنات، بدي اسوي صدقات. اذا بتبتسم لوحده تمسح فيك الارض، بتخليك البلوزة المشلوخة. ما فيش حل يعني للابتسامة ابدا. يعني حتى مثلا اذا انت بتبتسم لحالك، انت وحالك ابتسمت مع بعض، بيقولوا اتركوه هذا واحد مجنون ومعاق عقليا. يعني عندنا ما فيش لها نفع الابتسامة الا بشرط واحد، لما تموت لا سمح الله. يعني لما تموت بيقولوا ما شاء الله مات وهو مبتسم. عندنا بسوريا بكل بيت سوري اكيد متأكد 100% غطى الريموت عرفتوا مشلول وضايع بكل البيوت، ولا تحكي معي. اسمع لك يعني شوف، احنا من كثر ما احنا شعب ذكي ختم لنا شيء اسمه ذكاء. تمام،
هذا جوالي حطيته هنا على الطاولة تمام. طلعت عبرة أنا، طلعت عبرة، فلكشت بالدنيا، فلكشت بالبشر، ويعني رجعت لهون ونسيت وين حطيت الجوال، نسيت وين حطيت الجوال. فاجي بسأل العيلة وبسأل الكل هنا، بيجي واحد يعني من كثر ذكائه اللي ختم شي معناته ذكاء بيقول لي وين آخر مرة حطيت هذا الجوال؟ والله جد يعني في منك اثنين، انت والله ختمت شي معناته ذكاء. طيب اني شغلة اعرف وين آخر مرة حطيتها، باجي بدور عليها. ها يا اخي والله تذكرت استنى شوي، حطيته على الطاولة الجوال. هي يا زلمة هسه كان هون هياته كان هسه هون، هسه كان على الطاولة ما بعرف، كأنه مشى وتحرك. هذا آخر مكان تذكرت حطيته فيه، هون بتذكر أنا. ما بعرف يمكن رايح يسبح، ما بعرف الجوال يمكن طلعت له أجرين وراح يسبح، ما بعرف. أكثر شيء عاجبني هون مثلا عيلة تطلع رحلة، ما بتطلع عيلة واحدة يعني عيلة، بتطلع عيلة العيلة، كل العيال بتطلع رحلة، ما بتكفيهم سيارة، قول طلعوا بسيارتين أو بثلاث سيارات. لما يطلعوا ببلشوا يسلموا على بعض، وهذا اللي يوزع ضحكات وهذا اللي يوزع بوسات، بتحسهم 65 سنة مش شايفين بعض. بس يوصلوا مثلا على مكان رحلة وخلاص استقروا هنا، بينزلوا يعبطوا بعض ويبوسوا بعض. شو كنتم مسافرين يعني هسه لحتى شفتوا من 65 مليار سنة. انت يمكن تسويها طريقة مش تسوي كل الطرق هاي، يعني تحذير، يمكن يجيك الموت سريعا من تحذير امني. يعني بتهمني امن المواطن. فاخر شي كاتبين انه لا ترسلها الا للسوريين، هاي كل شيء لا ترسلوا للسوريين. فخليني ارجع لكم اياها ترقيع واضح جدا. انت هسه عم بقول لك، عم بعلمك شلون تصير سوري. صحيح كان كنت مغربي، فلسطيني، عراقي، حيلا يعني اي واحد عربي تمام من اي دولة عربية. شفت هذا الفيديو شو صرت انت؟ سوري خلص. يعني اني شو عم بعطيها لواحد سوري، اني عم بحكيها لواحد سوري، انت صرت سوري هسه عم بحكي لك اياها كأنك واحد سوري. تمام. فاذا انت وصلت لهاي النقطة فبدي اقول لك شو بدي اقول لك مبروك، ربحت معنا سوري ليفل ماكس. وكمان اذا وصلت لهون لا تنسى اللايك بيهمني، واشترك اذا مو مشترك، وانشر بين اصدقائك. يا اخي خلينا نطلع، ما بديش اقولها مرة ثالثة، بس خلينا نطلع. والله انتو كفو، يعني عم بيزيد المشتركين عندي كل فيديو، صح عم بيزيد يعني 3 2 4 هيك شيء، بس يعني هاي بالنسبة لبداية نارية شرارية حرارية. تمام. فانشر بين اصدقائك، وانه هسه يعني عطلنا من المدرسة بتعرفوا، عطلة وصارت كل شيء تمام. فلما تيجي المدرسة انشر لي بكل المدرسة، لا تخلي واحد بالمدرسة الا ما يقول لك اليوم ريباد نشر فيديو حضرتوا شيء، يعني خلي الكل يعرف. تمام، يعني كله يناقش عني بالمدرسة. تمام، يعني احلامي كبيرة صح، بس والله انتو تقدروا، والله كفو، والله انتو كفو. فصفحة الانستغرام ما بعرف صرعتكم فيها صح؟ فصفحة الانستغرام خلاص روح تابعني. خلينا نسوي تحديات ونسوي حركات بركات، خلينا انه كنت صح، انت فهماني صح. فبدي اقول لك شغله قبل ما ننهي الفيديو. صح انه انا قلت لك كل الطرق مشان تصير سوري تمام، بس دير بالك يعني تروح تجيب غطا الريموت وتكبه، يعني تضيعه، يعني مش تضيعه يعني انا مسامحك بهاي. خلاص انت سوري بس من دون ما اسوي هاي، ما بديش اسوي مشاكل بالعيله. خلاص مسامحك بهاي، سوي كل شيء الا بهاي. تمام. أنا قبل ما أفتح هاي القناة كنت فاتح قناة عن الأنمي، كنت أسوي فيديوهات أنمي إيديت، جبت فيها 370 80 85 مشترك. حذفت كل الفيديوهات اللي عليها، كان عليها تقريبا شي 80 فيديو إيديت، فحذفتهم كلياتهم، وكانوا تصميمي كلياتهم تصميم، ما انشر إلا شي أنا مسويه. يمكن أرد أرجع أسوي فيديوهات إيديت، ويمكن هسه انشر بالفيديوهات هذولا. يعني تقريبا عندي شيء 40 45 فيديو بصير اصمم وانزل. رابط القناه الثانيه بتلاقوه بالوصف. او اذا ما عجبكم محتوى الانمي تمام، يمكن اسويها يا اما الالعاب يا اما حيا الشغله، شو ما بدكم. اني هاي القناه اعتبروها بس مشانكم، اعتبروا انه راح اسوي لكم اياها على طلباتكم.
بس وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسى اللايك واشتراك. كان معكم الأسطورة ريبد. جود باي. لا Straight from the underworld, coming from the underground. Motherfucker.